لقي شابان مصرعهما خلال الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك في حادثة سير مروعة شهدها شارع محمد الخامس بمدينة أكادير. ونجمت الحادثة عن دهس سيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة فائقة دراجة نارية كان على متنها سائقها ومرافقه، مما أدى إلى وفاتهما على الفور. وحلت مصالح الأمن بمكان الحادثة، حيث جرت المعاينات الأولية موازاة مع الإشراف على نقل جثتين صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير. وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تم فتح تحقيق تمهيدي حول ملابسات وظروف هذه الحادثة المميتة، كما تم الاحتفاظ بسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية. ومن المرجح أن السائق كان تأثير الخمر، أو كان يقوم بالتباهي بسيارته الرياضية الفخمة، خصوصا في ساعات الصبح الأولى التي يكون فيها السير مخففا نوعا ما. كما تذهب التخمينات أيضا إلى عدم احترام الشابان أصحاب الدراجة النارية قواعد الطريق. فما عسانا إلا أن نقول رحمهم الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونرجو من النيابة العامة أن تحدد ظروف الحادث في أقرب وقت ليأخذ كل ذي حق حقه. والسلام عليكم.